سمعت ان جهاز التبخير هو افضل حل لباقي الفراش. تعال اقول لك النهارده ايه مميزاته وعيوبه. سنه 1966 اتعمل اول جهاز ضباب في العالم، واتعمل من اجل ان هو ينشر المبيد بكميات قليله، يعني اديله كميه قليله جدا من المبيد علشان خاطر ينشرها لي في اكبر مساحه ممكنه. وكان الهدف الاساسي بتاعه انه يتعامل بيه النباتات، يعني يترش على النباتات ويترش في الاماكن الصحراويه. وكان الهدف منه انه يغطي مساحات كبيره جدا 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 بكميه ضئيله جدا جدا من المبيد عشان خاطر يكافح الحشرات الطايره في الاماكن الزراعيه. فكره عمله ببساطه انه بيضغط المبيد ويخلي حجم قطره المبيد صغيره جدا جدا فتنتشر بسرعه وتتعلق في الجو. طب ينفع انا استخدمه عشان خاطر اكافح حشره باقي الفراش؟ للاسف اغلب الابحاث ما رجحتش ده، وده لسببين. اول سبب ان باقي الفراش بيكون مستخبي في زوايا واركان السرير، وجهاز اليو ال في عشان خاطر حجم الرذاذ بتاعه صغير جدا فالهواء بينشره في كل حته، بالتالي ما بقدرش اركز المبيد على الزوايا والاركان بتاعه السرير، وده بيزود المشكله مش بيحلها، لان ده هيخلي الحشره تتعرض للمبيد بتركيزات اقل من التركيزات اللي تقتلها، بالتالي هيساعد على حدوث مقاومه للمبيد ده. ثانيا جهاز اليو ال في بيخلي المبيد ينتشر في اماكن وعلى اسطح انا مش عايز ارشها، زي الحيطه والارض والمخدات. الاماكن دي الافه ما تبقاش موجوده فيها، بالتالي اي رش ليها هيضرني مش هيفيدني، علشان ده هيعمل تلوث كبير جدا في المكان، بالذات لو استخدمنا جهاز اليو ال في في المطبخ. وجهاز اليو ال في مش بيأثر على البيض زي ما بعض الناس بتقول، الاهم من جهاز اليو ال في هو المبيد اللي يقدر يأثر على البيض. احنا عندنا جهاز اليو ال في بس للاسف مش بنستخدمه لان نتائجه ضعيفه جدا في مكافحه باقي الفراش، وبيسبب مشاكل صحيه كتير. ما تجريش ورا تقنيه جديده الا لما تعرف مميزاتها وعيوبها وهي بتشتغل ازاي وبتعمل ايه. لو عايز تعرف اكتر عن باقي الفراش تواصل معانا.